تخيل معايا إننا رجعنا بالزمن لورا وتحديدا سنة 1600 ميلادية، ورحنا أي كلية طب في جامعة من جامعات أوروبا التاريخية زي جامعة باريس أو جامعة بولونيا أو جامعة مونبلييه. هنلاقي من ضمن المراجع الطبية المعتمدة عالميا كتاب اسمه قانون في الطب. الكتاب ده فضل يتدرس في أوروبا لمدة 6 قرون وأثر في كل المدارس الأوروبية. مفيش دكتور اتخرج في ال600 سنة دول إلا وذاكر أو سمع عن كتاب القانون في الطب أو سمع عن مؤلفه أفينيسيا، أو بلغتنا إحنا ابن سينا، الشيخ الرئيس أو أرسطو الإسلام. ابن سينا ما كانش مجرد دكتور شاطر، ده كان موسوعة ماشية على رجلين، وساب لنا تركة علمية ضخمة وصلت ل 400 كتاب ما بين مجلدات ورسائل قصيرة في فنون مختلفة زي الطب والمنطق والأدب والسياسة والموسيقى. يمكن صورة ابن سينا العالم ناس كتير عارفاها، بس الصورة اللي ممكن تغيب عنهم هي صورة ابن سينا الهارب والملعون والكافر. أيوة، زي ما أنت ما سمعت، الراجل اللي لقبناه بالشيخ الرئيس أو أرسطو الإسلام هو نفسه اللي الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام شن عليه حرب شرسة في كتابه الشهير تهافت الفلاسفة، لدرجة وصلت لتكفيره. إزاي واحد من أعظم العقول الطبية في تاريخ البشرية هو نفسه الفيلسوف الملعون والسياسي الهارب والكافر اللي بنتكلم عنه واللي عاش نص عمره مطارد؟ مين هو ابن سينا الحقيقي؟ هل هو العالم العبقري ولا الفيلسوف الزنديق اللي كان بيعشق الخمر والنساء ومات بسبب ملذاته؟ هنعرف الصورة الكاملة لابن سينا في حكايتنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد أول بأول. أنا أحمد عطية، ودي حلقة جديدة من برنامج فضول. نبدأ الحكاية من الأول خالص. في كتابه ابن سينا الفيلسوف بيحكي بولس مسعد إن الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي المشهور بابن سينا اتولد سنة 370 هجرية في قرية اسمها خرميسان جنب مدينة بخارى اللي هي في أوزبكستان دلوقتي. أبوه كان محاسب حكومي جاي من مكان اسمه بلخ في أفغانستان، واتجوز واحدة اسمها ستارة وخلفوا ولدين كان منهم الحسين، وبعد كده سافر لمدينة بخارى واستقر هناك مع عيلته. ابن سينا الطفل ما كانش طفل عادي، ده كان شبه السفنجة بيمتص أي علم يعدي قدامه. أبوه جاب له معلم للقرآن والأدب وما كملش 10 سنين وكان خاتم القرآن، وكان ذكي وسريع البديهة. وبعدها أبوه وداه يتعلم الحساب عند تاجر خضار، وبعدها استضاف فيلسوف اسمه أبو عبد الله الناتلي بشرط إن هو يعلم ابنه الفلسفة. وفعلا ابن سينا بينطلق في الفلسفة وبعدها بيبقى عايز يتعلم الطب، فبدأ يقرأ كتبه ويجرب في المرضى اللي يعرفهم عشان يطبق كل اللي اتعلمه، وكل ده وهو لسه ما تمش 16 سنة. وفضل مكمل على كده وجامع ما بين كتب الفلسفة والطبيعة وكتب الطب لحد ما كمل 18 سنة وهو متقن للعلوم دي كلها. وبيحصل معاه موقف هيزود سمعته أكتر في بخارى. في يوم من الأيام سلطان بخارى نوح بن منصور هيتعب ومحدش هيعرف يعالجه إلا ابن سينا اللي هيبقى من المقربين ليه من بعد الحادثة دي، وهيطلب منه يسمح له يدخل مكتبته اللي كانت مليانة كتب عن العلوم والطبيعة والشرعية. وبدأ ابن سينا يشرب العلوم أكتر وأكتر، وبدأ كمان السلطان نوح يديله بعض المهام ويقربوا منه وكمان يزود نفوذه. بس حياة ابن سينا اتغيرت لما وصل 22 سنة. أبوه مات وبدأ شكل بخارى يتغير وفقد المكانة المميزة اللي كان بيتمتع بيها، فبدأ يتنقل ما بين المدن عشان يدور على المكان اللي يحس إنه متقدر فيه لحد ما هيوصل لمدينة همذان. وهناك هيبدأ فصل جديد من رحلة الشيخ الرئيسي ابن سينا، فصل السياسة. همذان ممكن نعتبرها نقطة بداية حكاية ابن سينا الحقيقية. همذان ما كانتش مجرد مدينة في رحلته، دي كانت المسرح اللي اتولد فيه أسطورته الحقيقية. الحكاية بدأت بأمير همذان شمس الدولة اللي كان عيان جدا. انت خلاص متوقع اللي هيحصل، ابن سينا عالجه والأمير خلاه من المقربين وكمان عينه وزير. ولكن للأسف كرسي المنصب الجديد ده كان مليان شوك، لأن همذان في الوقت ده كان فيها أمراء الجيش بيتمتعوا بنفوذ كبير وما كانوش طايقين ابن سينا، لأنه اشترك مع الأمير شمس الدين في حملة عسكرية على مدينة قرميسين، وللأسف رجعوا خسرانين. فالجنود خافوا قرارات ابن سينا تضيعهم في معارك خسرة تاني، فراحوا عملوا عليه ثورة وحصروا بيته لحد ما اقتحموه وسرقوه. ومش بس اكتفوا بكده، دول كمان طالبوا ان هو يتعدم. فالأمير شمس الدين اضطر يعزله عشان يهدي الجو شوية. ابن سينا استخبى 40 يوم في بيت واحد صاحبه لحد ما الأمير شمس الدين رجع للمرض من تاني، فاضطر يرجع ابن سينا واعتذر له ورجع له منصبه من تاني. وفي وسط المعمعة السياسية دي ابن سينا منساش شغفه العلمي واللي كان الفلسفة وكمان الطب، فبدأ في تأليف كتاب الشفاء في الفلسفة
وكتاب القانون في الطب. ولأن نهاره كان كله مشاكل سياسية مع الأمير ومع الجيش، كان بيخصص الليل للتدريس والكتابة، فكان بيجمع تلاميذه كل ليلة في بيته يقرأوا ويشرحوا وهم سهرانين، ولكن دوام الحال من المحال. والتاني مرة تقلب الأحوال السياسية في همذان هتغير حياة ابن سينا المستقرة. الأمير شمس الدولة بيطلع عشان يحارب أمير مدينة مجاورة، وهو راجع المرض بيشتد عليه وبيموت في الطريق عشان ابنه يورث كرسي همذان من بعده، وبيطلب من ابن سينا يكمل في منصب الوزير. ولكن ابن سينا المرة دي بيرفض، ومحدش عارف هو رفض ليه. يمكن تعب من أحوال همذان، أو يمكن مركز على هدف تاني، محدش عارف السبب. المهم إن ابن سينا رفض يشتغل وزير لابن شمس الدولة، واستخبى في بيت واحد صاحبه، وركز في التأليف لدرجة إنه كان بيكتب بغزارة 50 ورقة في اليوم عن الطبيعة والفلسفة والطب. بس مع مرور الوقت بدأ يحس إن في تربص من أعدائه وخصومه، خصوصاً بعد ما تخلى عن منصبه كوزير. بقى حاسس إنه محاصر من كل حتة، والناس مستنيين ليه غلطة واحدة بس. فبدأ يجهز نفسه للهروب، وبعت لأمير أصفهان علاء الدولة عشان يستضيفه ويحميه. المشكلة إن أصفهان في الوقت ده كانت عدو همذان، فاللي عمله ابن سينا ده ممكن نقول عليه دلوقتي تهمة تخابر أو تهمة تجسس. ودي كانت الغلطة اللي أعداء ابن سينا فضلوا مستنيينها لشهور. وأول ما شموا الخبر قبضوا على ابن سينا وحبسوه في قلعة فردجان. وبما إنك مكمل معانا لحد هنا، فده معناه إن المحتوى عجبك. انزل اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان ده أكبر دعم ممكن تقدمه، وأكتر حاجة بتساعدنا نطور المحتوى أكتر. المهم إن ابن سينا هناك قضى 4 شهور من أصعب أيام حياته، كتب فيها قصيدته المشهورة اللي بيقول فيها: دخولي باليقين كما تراه، وكل الشك في أمر الخروج. يعني أنا دخلت ومش ضامن إني أخرج. بس رغم كل الصعوبات دي، الشيخ الرئيس كمل تأليف جوه السجن. بس القدر المرة دي بيتدخل في صالح ابن سينا. أمير أصفهان علاء الدولة هاجم همذان وكسب المعركة ضدها، فانتشرت الفوضى في همذان كلها. فابن سينا استغل الفرصة دي أحسن استغلال، وخرج من سجن القلعة ورجع همذان مستخبي. ومن هناك خطط لأجرأ عملية هروب في حياته. تنكر هو وأحد التلاميذ اللي معاه في لبس الصفويين عشان محدش يقدر يتعرف عليهم، وخرجوا مشي بالليل لحد ما وصلوا أصفهان عند الأمير علاء الدولة. وهناك استقبلوا الأمير علاء الدولة استقبال الأبطال، وعاش ابن سينا أيام عز بيقعد في مجالس فلسفة بيحضرها الأمير بنفسه. وألف هناك كتب مهمة زي النجاة، وكتاب بالفارسية اسمه الحكمة العلائية، وحاول يعمل مرصد فلكي، بس الحروب وقفت المشروع. كان ممكن الشيخ الرئيس يعيش سنوات طويلة مستقرة في أصفهان، يملاها إنجازات فلسفية وطبية، لكنه للأسف كان بيدفع ضريبة يومية بتأثر من عمره بسبب ملذاته. لازم نعرف الوش التاني للشيخ الرئيس، الوش اللي كتب التاريخ حاولت تخبيه كتير أو تتكسف منه. ابن سينا ما كانش زاهد ولا قديس معتزل الدنيا، ده كان محب للحياة وللجسد بشكل مفرط. كان بيعيش حياة مزدوجة، بالنهار وزير وعالم وفيلسوف، وبالليل غرقان في ملذات. كان بيشرب عشان يقدر يسهر للكتابة والتأليف، وكان معروف عنه حبه للعلاقات النسائية. يعني ابن سينا اللي كان بيحرق جسمه في الشغل والملذات في نفس الوقت، كان معتمد على قوته البدنية الجبارة. بس نمط الحياة المسرف ده هو اللي كان بيحفر قبر ابن سينا بالبطيء، وهو اللي مهد للنهاية الدرامية المؤلمة اللي هنشوفها دلوقتي. جسم ابن سينا اللي كان بيعتبره آلة قوية بتخدم عقله وشهواته بدأ ينهار. جاله مرض اسمه القولنج، وده مغص معوي حاد ومزمن. ولأنه دكتور عنيد قرر يعالج نفسه بنفسه وبطريقة انتحارية. تخيل إنه عشان يخفف الألم كان بيحقن نفسه بحقنة شرجية 8 مرات في اليوم الواحد، وطبعا أمعاءه اتقرحت وجاله نزيف وجروح داخلية. ده غير إنه أمر إنه يتحط له في الدواء مقدار قليل من بذور الكرفس عشان يفتت الحصوات، ولكن الطبيب اللي بيجهزه سواء عن جهل أو عن قصد حط كمية ضخمة زود الجرعة شويتين، وده كان زي ما يكون كب مية نار في معدته وزود التقرحات أكتر. ده غير إن بعض الروايات بتقول إن الخدم بتوع ابن سينا كانوا بيسرقوه وبيخافوا منه، فكانوا بيحطوا أفيون في الأدوية بتاعته عشان يبقى أضعف ويموتوه بالبطيء. ورغم كل ده صمم إن هو يروح مع علاء الدولة في زيارته لهمذان. قعد طول الطريق يقاوم المرض، شوية يخف ويحاول يقوم على رجله، وشوية تاني ينتكس، لحد ما وصلوا لمدينة همذان، نفس المدينة اللي شاف فيها العز وشاف فيها السجن. وهناك الطبيب الفيلسوف عرف إن الرحلة انتهت وإن جسمه استسلم تماما، فوقف العلاج وصرف الدكاترة من حواليه وقال جملته الأخيرة اللي بتلخص كل حاجة: المدبر الذي كان يدبر بدني قد عجز عن التدبير، والآن فلا تنفع المعالجة. وفي أيامه الأخيرة ابن سينا تحول لشخص تاني خالص، اغتسل وتاب إلى الله توبة نصوحة،
وتصدق بكل فلوسه للفقراء، ورد المظالم لأهلها، وأعتق كل المماليك والعبيد اللي عنده، وقضى آخر أيامه بيختم القرآن مرة كل 3 أيام. وبعد أيام قليلة، وتحديدا في سنة 428 هجرية، مات الشيخ الرئيس الحسين بن عبد الله بن سينا وهو عنده 58 سنة بس. وحتى بعد موته أعداؤه ما سابوهوش في حاله، وشتموا فيه في أبيات شعر قاسية جدا استغلوا فيها أسماء كتب المشهورة زي الشفاء والنجاة عشان يتريقوا على نهايته، وقالوا: رأيت ابن سينا يعادي الرجال وبالحبس مات أخس الممات، فلم يشف ما نابه بالشفا ولم ينجو من موته بالنجاة. يعني كتابه الشفاء ما قدرش يشفيه من المرض، وكتابه النجاة ما قدرش ينجيه من الموت. ودلوقتي بعد ما شفنا نهاية ابن سينا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا: ليه لحد النهاردة ورغم مرور حوالي 1000 سنة لسه بنحكي عنه؟ الإجابة ببساطة إن جسم ابن سينا مات في همزان، ولكن علمه وإرثه رفضوا يموتوا. تخيل معايا إن كتابه الأعظم القانون في الطب ابن سينا ألفه في فترة في همزان وأصفهان وسط التقلبات السياسية. الكتاب فضل مرجع أساسي في الجامعات الأوروبية لقرون طويلة. ابن سينا اتكلم عن حاجات لسه بنشوفها في الطب الحديث لحد النهاردة، وحاجات كان هو أول واحد يصفها بدقة مذهلة، زي العدوى. قبل اختراع الميكروسكوب بقرون وصف انتقال المرض عبر أجسام غير مرئية أو أبخرة فاسدة في الهواء والماء، وده يعتبر سابقة مهمة لفكرة العدوى الجوية والميكروبية. وكمان اتكلم عن السرطان والجراحة، ووصف مرض السرطان بدقة غير مسبوقة، وقال إن العلاج الجراحي بيتطلب استئصال الورم كاملا مع هامش من الأنسجة السليمة، ثم كي المكان لوقف النزيف والعودة. وده لحد النهاردة مبدأ أساسي في جراحة الأورام الحديثة. ابن سينا كمان اتكلم عن الحجر الصحي، وكان من أوائل الناس اللي اقترحوا عزل المريض المصاب بأمراض معدية زي الجذام والطاعون لمدة 40 يوم. وكمان في الفلسفة ابن سينا حاول يعمل ميكس مستحيل ما بين فلسفة أرسطو اليونانية وما بين العقيدة الإسلامية، وعشان يثبت إن الروح موجودة ومنفصلة عن الجسم عمل تجربة فكرية مذهلة سماها الرجل المعلق. قالك: تخيل معايا لو في إنسان اتخلق فجأة وهو متعلق في الفضاء وعزلت عنه كل الحواس، لا شايف ولا سامع ولا لامس ولا حتى شامم، هل الإنسان ده هيعرف إن هو موجود؟ ابن سينا قال: أيوة، هيعرف إن هو موجود رغم إنه مش حاسس بجسمه خالص، وده معناه إن الذات أو الروح حاجة والجسم حاجة تانية خالص. ولكن الجرأة الفكرية ومحاولة التوفيق ما بين الفلسفة والدين سببت لابن سينا مشاكل كتير، لأن بعد موته طلع الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة زي ما قلنا في أول الحلقة يهاجم ابن سينا بسبب كلامه عن أزلية العالم وعلم الله سبحانه وتعالى بالجزيئات. ودي مسائل متخصصة مش هنحب نفتحها في الحلقة، بس الخلاصة إن العلماء اختلفوا في كلام ابن سينا الفلسفي، فريق شافوه كفر وفريق تاني دافعوا عنه. وفي النهاية ابن سينا كان دليل حي على إن المعرفة الإنسانية ملهاش سقف، الصبح بيعالج أمراء، والظهر بيحلل نفسية المرضى، والعصر بيرصد النجوم، وبالليل بيعزف موسيقى وبيكتب شعر. وكأن حياته ما كانتش كافية لكل الطموح ده، حياة متقلبة، شوية في قمة السلطة كوزير، وشوية في قاع السجن كمتهم، شوية الناس بتبوس إيده كطبيب ومنقذ، وشوية بتلعنه كزنديق وكافر. التاريخ مش محكمة فصل، التاريخ توثيق لحكايات شخصيات عظيمة زي ابن سينا حاولوا يغيروا حياة البشر للأحسن. ودي كانت رحلة الشيخ الرئيس، الراجل اللي عاش 1000 سنة بعد موته. وفي النهاية، وعشان تشوف المحتوى الجديد أول بأول، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو. سلام.